وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله. ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب. أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتين، حسب شنو؟ حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا. يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف. نعم جزاك الله خير. صيام بكامل الجوارح والقلب. لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام الله اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات. أنا لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب.